السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا رانيا. اول مرة تشوفوني او تشوفوا قناتي، دي قناتي، ما تنسوش اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو. لو عايزين تشوفوا ازاي عملنا الحالة الطبقات التحفة اللي ما خدش معانا وقت خالص ده، كملوا الفيديو للاخر. حالة طبقات او حالة طبقات الاوريو بطريقة جديدة ومختلفة عن المعتاد، وما بياخدش وقت وسريع جدا وبيظبط معاكي من اول مرة. والطعم والقوام تحفة زي ما انت شايفة كده. الكريم شانتيه متماسك، الكراميل متماسك، مفيش حاجة بتفرفت معايا، والنتيجة خرافة. زي ما انت شايفين معانا هنا اي كمية من الاوريو ومعايا كريم شانتيه. انا مستخدمة 50 حبة من الاوريو، بس ده بديل الاوريو، حاجة تانية كده طالعة جديد طعمها تحفة جدا. كسرتها زي ما انتم شايفين. وعندي هنا 2 باكت من الكريم شانتيه. انا الباكت كريم شانتيه بتاعي كان عليه سكر. لو الكريم شانتيه بتاعي خام ضيف عليه نص كوبايه سكر او حسب الرغبه. عندي هنا مكعبات تلج وضفت عليهم كوباية حليب او كوباية مية باردة. انا استخدمت هنا مية. بفضل اضرب فيه بالمضرب زي ما انتم شايفين لحد ما القوام يثبت معايا خالص، والقوام يتماسك ويعمل معايا زي منقار او بوس كده، وانا بطلع المضرب الاقيه متماسك وانضرب معايا كويس. في الخطوة دي يبقى انا كده الكريم شانتيه بتاعي ناجح معايا وتماسك، وكده يبقى انا عملته صح، مش سايب ومش طري معايا. انا في الخطوه دي بضيف نص كميه الاوريو او البسكوت اللي احنا عملناه. هو ده بديل اوريو، بسكوت طالع جديد كده مشهور، مش اللي هقول اسمه علشان بيعتبر اعلان، بس دوروا عليه، حلو جدا وارخص من الاوريو وطعمه احلى منه والله. ضفت نص كميه البسكوت اللي انا طحنتها. انا كده عندي حولت الكريم شانتيه من كريم شانتيه عادي، حولت الموس اوريو. تمام. باخده في الكيس الحلواني بتاعي او الكيس السيليكون، او لو ما عنديش خالص كيس لبن او كيس تلاجة، وبعبيه فيه علشان يسهل عليا طريقة الفرد، ما يبقاش متعب. لو مش متوفر عندك اي حاجة، ما فيش اي مشكلة، بمعلقة وتاخدي المعيار اللي انت عايزاه وتوزعيه. انا هنا بوزع في الكوبايات بتاعتي، يعني دي انا عامله لك بابسط الطرق علشان ننجز وما نقفش كتير. في كبات، في كوبايات، في كوبايات بلاستيك، المتوفر عندك، ما تجهديش نفسك. حطيت في كل كوبايه معلقه كبيره حلوه كده من البسكوت، وضفت عليها الكريم شانتيه بقى اوزعه والطبقه اللي انا عايزاها. هنا انا عامله صوص الكراميل، لو عايزين تعرفوا انا عملته ازاي حابه اسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف تحت. عامله الفيديو ده قبل كده. تحفه جدا زي ما انت شايفاه، متماسك وحلو جدا، ومفيش احلى ولا اجمل من كده. وكمان لما بتسيبيه يرتاح في التلاجة بيبقى خرافه. كده انا سيبته يرتاح في التلاجة لحد ما تماسك وبقى حلو جدا. انت بقى حطي التاتش بتاعك، عايزه كريم ويب، كريم شانتيه، بسكوت، زي ما انا عملت براحتك، الاختيار ليكي. طعمه تحفة جدا وما خدش وقت، وحاجة تطري على قلبنا في الحر ده، ومش مكونات خزعبلية او مصاريف او تكلفة اوفر يعني. لا، حاجة حلوة جدا وهتفرحي البيت وهتبسطي ولادك. وحاجة مفيش احلى ولا اجمل ولا اطعم من كده. انا كنت عاملاه عند بابايا ومامتي وانبهروا بيه جدا، والكبار قبل الصغيرين اعجبوا بيه. حاجة تحفة. ما تنسيش اللايك والاشتراك لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو، واتمنى تجربوا الوصفة. حاجة تحفة جدا، خرافة. طبقات والطعم والبرودة في الحر ده بتاخدك في حتة تانية خالص.